من السويس إلى القاهرة، قصة هروب إسماعيل ياسين من بيت سته عشان يدخل معهد الموسيقى بعد إن كتير من الناس قالوا له إن صوته حلو، فقرر الهروب وسرق 6 جنيه من سته وراح على القاهرة عشان يحقق حلمه. كان ساعتها عنده 17 سنة، لكن من سوء حظه لقى المعهد مقفول لأن الفترة دي كانت فترة صيف. قام رايح لقرايبه اللي عايشين في القاهرة عشان يعيش معاهم، وبعد فترة بدأوا يسخروا منه، حتى واحدة منهم قالت له: لا يا أخويا، ما عندناش حد يطلع مطرب. قال لها: ليه؟ هو المطرب ده تاجر مخدرات؟ مشي من عندهم وملقاش حتة ينام فيها غير بيت ربنا في جامع من جوامع السيدة زينب، وفجأة لقى ناس عمالين يضربوه واتهموه بسرقة طقم شاي، والموضوع كان هيوصل للشرطة، لكن ربنا ستر واتدخل شيخ الجامع وحل الموضوع، وخدوا البيت عنده، أكله وشربه واداله 35 قرش عشان يرجع السويس لأبوه. أبوه كان عنده محل فضة كبير، لكن لما إسماعيل رجع السويس لقى مفيش محل وفارش فرشة صغيرة على قده عشان يشتغل. ابن حميدو شاف شقة وغلب ومرمطة كتير، حاول يغني في الأفراح، وكان أول فرح غناه فيه كانت أغنية عبد الوهاب أيها الراكدون تحت التراب. الناس طبعا ما عجبهاش وكانوا هيضربوه، لحد ما افتكر المونولوج للفنان سيد سليمان وغنى وعجبهم قوي، ومن هنا اتجه للمونولوج.